السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. البعض يستنكر التعرض إلى حملة شرسة. أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن قيادة الحزب تتعرض لحملة شرسة بين الفين والإخرى يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة بسمة الأساليب دنيئة وغير أخلاقية على حد تعبيره. جاء ذلك الإعلان خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزب الجرار أمس الاثنين، وعقب الضجة التي صاحبت إعلان عن النتائج المتعلقة باختيار الكتابين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وانتقادات الموجهة إلى تصريحات عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب الذي يتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الحالية بعدها. وقال البعض ضمن بلاغ له إن هذه الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها إلى التهجم على حياتهم الخاصة والمس والتشهير بأفراد عائلتهم وتصفية الحسابات السياسية ضيقة عبر بث شائعات مسمومة وتلفيقات وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده.